السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، صباحكم ورد وعصافير وفل وياسمين. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل بسبوسة دايت ولمرضى السكري. تفضلوا معنا لنشوف. عندي كوب جوز الهند، كوب طحين اللوز، عندي لبن، عندي سمنة، فانيليا، بيضة، سكر ستيفيا أو أي سكر دايت انتو بتحبوه. هتلاقوا الوصفة آه، المقادير بصندوق الوصف. وعندي هون جبنة كريمي. هلا أنا حطيت الجبنة الكريمي مع اللبن وخفقتهم مع بعض، وحطيت البيضة، وهلا بدي أحط السكر. طبعا السكر حسب الطلب. أنا هون حطيت قدر معلقتين، وبعدين لما بدنا نعمل كمان القطر فبيحلي. هذا طحين جوز الهند. هذا نص كأس طحين اللوز. أول كأس اللي حطيته السكر. هلا نخلطهم مع بعض. طبعا أنا حطيت ضبطلهم السمنة والبيضة والفانيليا. هلا بدنا نحطهم بوعاء نحطهم بالفرن. حندهن الوعاء طحينة. طحينة بتعطيهم نكهة طيبة كمان للبسبوسة، كمان بتمنع انها تلتصق. مثل ما نكون شايفين. الحمد لله، الله دبر لكل شي. مثلا للي عاملين دايت، للي عاملين نكات، للي معهم سكري فيهم ياكلوا. الحمد لله. نسكب المزيج. ريحة المزيج كتير طيبة وذكية. هلأ بنمدهم بالصينية بشكل متساوي مع بعض. يعني ما بدنا نخلي انه ميلة اسمك من ميلة، لا، بنعملهم بنساويهم منيح. هلا انا بدي زينهم بمكسرات. انا اختريت اللوز لاني انا بحبها طعمتها باللوز. وانتو اي نوع من المكسرات بتحبوها بتحطوها. ما في مشكلة، كله ماشي. هلا من بعد ما حطينا اللوز
بدنا نقطعها بالسكينة. نحطها بالفرن على درجة حرارة، محماية الفرن أنا قبل على درجة حرارة 160. يعني بتاخد معكم شي تلت ساعة بس. بهالشكل. انتو اي شكل بتحبوا كمان تقطعوها بيمشي، يعني هيدا ذوق. وهيك جهزت معنا لحتى تنحط بالفرن. هلا حطيتها بالفرن بالنص. هلا بدي اعمل القطر. انا بعمله سكر ستيفيا، وانتو اي سكر دايت بتحبوا تعملوه، واللي ما عاملين دايت فيهم يحطوا سكر عادي. 3 معلقتين سكر وكوب مي. طبعا بنحرك السكر حتى يدوب. ننتظر لحتى تستوي البسبوسة بالفرن. هلا البسبوسة استويت، شلتها من الفرن وعم اسقيها بالقطر. هلا هي هذا بتشرب القطرات كلهم، ما بس تخلصوا التسقية بعد شوي بتلاقوا نشفت، يعني ما بقى مبين انه في قطر كتير. هلا بدنا ندوق احلى مرحلة. ما تنسوا احبائي كرمكم، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، تفعيل الجرس على الكل، مشاركة اصدقائكم واللايك. كمان تعليقاتكم بتهمني، بحب اسمع تعليقاتكم. جربوها وان شاء الله الف صحة وهنا على قلبكم يا رب. بدي احب تنتين، بدي اكل قطعتين قد ما ريحتها حلوة وشكلها شهي. صحتين وهنا على قلبكم.